ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنزوق فيه 7 ميني تورته. هما 6 باينين في الفيديو والسبعة انا زوقتها معاكم، لكن هي طلعت قبل ما اسجل الفيديو الاخير. لكن انا مصورها معاكم كمان داخل الفيديو. الميني تورت حلوة جدا لمشاريع الاونلاين سواء لوحدها او في بوكسات. هنتكلم عن كل ده ان شاء الله واحنا بنشتغل مع بعض دلوقتي. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول حطيت في العجان 5 بيضات عليهم غطا فانيليا، وعليهم كمان معلقه محسن جل صغيره، ونص كوبايه ميه الا شويه صغيرين، وعليهم 475 جرام دقيق سبونج. ممكن تحطي 450 جرام بس دقيق سبونج، وممكن تحطي 500 جرام للخمس بيضات. هضرب المقادير كلها مع بعض لمده 6 دقايق، وبعد كده هقسمهم في صينيتين. انا محتاجه صينيه مقاس 16 اطلع منها 2 ميني تورته، ومحتاجه صينيه مقاس 18 عايزه اخد منها 3 طبقات. هنشوف برضو مع بعض دلوقتي واحنا شغالين انا عملت ايه. انا خدت دلوقتي المقدار بتاع الصينيه مقاس 16، عايزه اخد لها 550 جرام دقيق سبونج، او 550 جرام من الخليط بتاع السبونج الجاهز يعني. انا طبعا عارفه الصينيه بتحتاج قد ايه علشان تطلع لي 6 طبقات، فخدت الاول كده بالميزان عليها 550 جرام، وبقيه الخليط حطيته في الصينيه التانية اللي هي مقاس 18. مقاس 18 عشان محتاجه منها 3 طبقات بس، فما كانش فارق ارتفاع معاها قوي. عموما هي يعني بقيه الخليط عمل 200 حاجه و90 جرام. حطيتهم في الفرن، وطبعا تخلي بالك ان الكيكه اللي هي ارتفاعها مش عالي هتطلع قبل الكيكه التانية بشويه حلوين كده، فلازم تخلي بالك طبعا من الفرن بتاعك. دلوقتي هنعمل الكيكات اللي هم الميني مقاس 16، وبرضو هنعمل فيهم واحدة مقاس 18 علشان هتتقسم مع ال 18 اللي عملتها الفانيليا ويبقوا كيكات نصين. حطيت في العجان 9 بيضات وكوباية الا ربع مية، وحطيت 875 جرام دقيق سبونج، وكمان غطيين فانيليا سايلة. مش هنملى الغطيان قوي عشان ما تمررش معانا، وحطيت معلقتين صغيرين محسن جل. ضربتهم لمدة 6 دقايق، وبعد كده هضيف الكاكاو. هحط لهم حوالي 3 معالق كبار مليانين علشان تكون لونها بني حلو. لازم طبعا انخل الكاكاو بتاعي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هخليهم يتضربوا بس على السرعة الاولانية كده علشان يقلب الكاكاو معايا شوية، وبعد كده هكمل انا بالسباتولا علشان اخلط الكيك كله يبقى لون واحد. حطيت دلوقتي في صينيتين مقاس 16، نفس المقدار اللي قلتلكوا عليه اللي هو 550 جرام في كل صينية، والباقي حطيته في الصينية مقاس 18. هنعمل الكريمة، هحط كوباية ونص كريم شانتيه، وعليهم كوبايتين ونص مية ساقعة متلجة، وشوية كريمة، وكمان ربع كوباية باستري، وهحط عليهم نص كوباية سكر. المقادير اللي انا بعملها في الفيديو غير اللي انا استعملتها طبعا عشان انا كنت شغالة كبات، فكنت بكمل بس عليها الكريمة. لكن انا بقول لكم المقادير اللي هتكفي الكيك معاكم ان شاء الله لو هتعملوه لوحده يعني. عملت كمان الكريمة الشوكولاتة. كل كوباية كريم شانتيه بحط لها معلقة سكر واحدة، وبحط لها كوبايه ونص ميه ساقعه متلجه او كوبايه وربع علشان هحط الجناش بعد كده. لو مش هتحطي جناش يبقى تظبطي السكر بتاعك من الاول علشان الكاكاو طبعا بيكون ممرر عن الشوكولاته. لو هتحطي شوكولاته يبقى الكوبايه الكريم شانتيه بحط لها 200 جرام شوكولاته، بسيحها مع 100 جرام لبن او كريمه او ميه، وبسيبها تبرد خالص قبل ما احطها على الكريمه. تمام. كل صينيه مقاس 16 بتاخد كوبايه كريمه، علشان بس تبقوا عارفين بالتقريب كده هي هتاخد قد ايه، علشان لو هتعملوا واحده بس مقاس 16 وتقسموها تورتتين مثلا تبقوا عارفين ان هي تاخد معاكم كوبايه كريمه. ده الكيك اللي هو مقاس 18. انا قسمت كده، انا خدت 3 طبقات من كل تورته. تمام. خدت 3 طبقات فانيليا و3 طبقات شوكولاته، وبعد كده قسمتهم فخدت لكل تورتايه 3 طبقات، نصها فانيليا ونصها شوكولاته بالشكل ده كده. يعني التورته دي كده مقاس 18 بتتحط على بورد مقاس 22، وبتتحط في علبة مقاس 25 علشان ما تتبهدلش من الجناب ولا يحصل لها حاجة. البورد لازم تكون اكبر شوية حلوين من المقاس الكيكة علشان برضو ما تتبهدلش في العلبة. وهعمل بقى النص الكريمة كده والنص الشوكولاتة، حتى لو من فوق مش مظبوط كده عمى الوان، عن طالما كنت شغالة كبات وشغالة ميني تورت اعرفوا على طول ان المسافات مش هتظبط معايا لاني بكون هيست في اخر اليوم اساسا. بعد كده هحط على النص اللي فوق كده نوتيلا بيضة متسيحة بزيت. هو اهم حاجة ان هو من فوق بس، في الاخر الفينش بيبقى مظبوط، لكن من جوه مش مشكلة خالص لو هو النص مش مظبوط يعني. حطيت على النص التاني النوتيلا برضو متسيحة بمعلقة زيت.
والشكل بتاع التورته كانت العميله منقياه من عندي من على الجروب، كانت عايزه تكتب بس على الجزء الابيض كده اسم والجزء الشوكولاته اسم، فانا عملت لها اللي هي عايزاه طبعا، بس هي ما لحقتش تتصور في الاخر بس مع التورت علشان هي اتسلمت قبلهم. ده كده كان شكلها النهائي. هنفنش بقى بقيه التورت مع بعض. انا قسمت دي برضو 4، دي كانت ال18 برضو نصين، فهحط على ربع نوتيلا وربع جناش وربع نوتيلا بيضة وربع هحط عليه كراميل. برضو الشكل ده بيكون مطلوب جدا عندي على الجروب، علشان كل مثلث كده بيكون بشكل معين، فبتكون شكلها حلو قوي في الاخر. بحب ادخلهم كده في بعض بالعصاية شيش طاووق او باي حاجة، علشان بس شكلها النهائي يبقى شيك كده وجميل. يعني الحاجات البسيطة دي بتفرق خالص في الشكل في الاخر. ممكن تحطي روزيتات في النص كده وتحددي بيهم الاربع تربع لو انت عايزة، يعني اوقات بعمل كده واوقات بعمل كده. كده تمام. هعمل دي بقى كانت اللي هي الفانيليا. طبعا انا مرضتش احشي معاكم كل الطرق عشان ما تزهقوش. دي كانت الفانيليا وكانت حشو مانجا مع صوص فراولة ومكسرات. كانت الطبقات حشو كده، طبقة فيها مانجا والطبقة التانية كانت صوص فراولة مع مكسرات، فمرضتش بقى ان انا احشي معاكم علشان ما ازودش الفيديو اكتر من كده. دي عملتها على 8، فعملت المثلثات كده، واحد جيلو فراولة وواحد جيلو مانجا، وعملت كمان مثلث اللي هو النوتيلا البيضة وكراميل. الجيلو الفراولة والمانجا ما بعملش فيهم اي حاجة خالص، بحطهم زي ما هما. لكن طبعا النوتيلا البيضة بيكون عليها معلقة الزيت، والكراميل بيكون عليه برضو شوية مية كده ومسيحاهم في الميكروويف. حطيت بس رشة مكسرات كده، وبعد كده حطيت واحدة شوكولاتة. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الشوكولاتة، عشان بس انا بعملها بيكون مفيش وقت والله يعني ان انا اصورها، بعملها كده في الوقت الضايع. بس هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن الجناش والشوكولاتة وكل حاجة تخص الشوكولاتة. حطيت عليه دي شوكولاتة برضو، بس على لما جيت احط عليها الشوكولاتة كانت الشوكولاتة مسكت شوية. يعني الجناش ما كانش دافي، المفروض ان انا احط الجناش وهو دافي والتورتة بتاعتي تبقى ساقعة. بس الجناش ده كان مسك شوية. انتوا عارفين الدنيا سقعت، وعلى ما خلصت حاجات تانية كان هو مسك شوية. انا رجعت سيحته وحطيت شوية تاني علشان بس يبقى بيلمع، لان ما بحبش التورتة تبقى مطفية خالص كده. بحب كل حاجة تطلع كده مظبوطة للناس. بعد كده حطيت روزيتات من الجنب بالكيس. بصراحة ما كانش فيه قمع ولا حاجة، انا حطيت كده ايه وهو سادة. وحطيت خطوط من الكراميل، طبعا ده ما عليهوش مية ولا حاجة علشان ما يسيلش بس على التورتة ويكون شكله مش حلو. وبعد كده بدأت اعمل الروزيتات. اي قمع ستار او 1 ام، اي قمع الشكل دوت هيديكي نفس شكل الوردة دي. وبعد كده حطيت شوية من الكريسبي كده وسبتها شكلها رقيق، مرضتش اكتر فيها اشكال اكتر من كده. عملت في دي روزيتات من النص كده. حاولت ان انا يعني اغير في اشكال التورت. انا التورت دي حطيتها في بوكسات، كنت عامله كبات، فحطيتها في بوكسات مع كبات. بس طبعا متاح للعملاء ان هم ياخدوا التورته لوحدها او ياخدوا الكبات لوحدها. التورته لوحدها كان سعرها 180 جنيه. التورته مع الكبات كنت حاطه تورته مع كبين كان سعرهم 240. انا قلت على الجروب ان التورته لوحدها سعرها 180 واي كب ب35، لكن التورته مع الكبين كانوا ب240، واي 5 كب كانوا ب150. حطيت روزيتات وحطيت برضو الخطوط البيضة كده، وحطيت بقى شوكولاتة عاملاها في الورق الترانسفير، بس حطيت الصغيرة لقيت شكلها مش حلو قوي فقمت شايلاها وحاطة واحدة تانية كبيرة. دلوقتي هنعمل بقى التورته بتاعت الديناصورات. حطيت لون اصفر مع لون اخضر علشان يديني لون ليموني. هو بصراحة في الفيديو برضو مدي لون غير اللون بتاع الحقيقة خالص. انتوا عارفين طبعا الاصفر مع الاخضر بيدي اللون الليموني الحلو ده، فهي في الاخر في الصورة بتدي اللون الاصلي للتورته. كنت مجلسة التورته بطبقة خفيفة خالص، وبعد كده بدأت ادي الطبقة التانية علشان بس يكون شكلها حلو في الاخر وتكون مظبوطة، ما يكونش باين حاجة من الحشوات اللي جوه. وبعد كده بالسكرابر المشرشر كده عملتها من الجناب، وبدأت احط الصور بعد ما التورته سقعت في التلاجة. ما بحطش اي صور خالص. اول ما بخلص الكيك بتاعي لازم احطها في التلاجة علشان الكريمة تبقى متماسكة كويس والصور تلزق عليها ما تطلعش بالكريم.
التورته الاربع طبقات دي بتطلع ب250، علشان هي غير الطبقه الزياده فيها ان هي 4 طبقات وكده، كمان بتحتاج علبه اكبر واعلى علشان الصور دي ما تتبهدلش. فعلشان كده هي بتتكلف شويه عن التورته التانية اللي هي الميني العاديه. حطيت الصور وحطيت لولي كده بس علشان ينطق معايا التورتايه. وكده التورته جهزت معانا والتورت كلها جهزت معانا. حطيتها بقى في البوكسات. كل تورته شوكولاته حطيت معاها كوبين فانيليا، والتورته الفانيليا حطيت معاها كوبين شوكولاته. وطبعا الحمد لله الحمد لله عجبت العملاء جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم انتوا كمان، وما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اشوفكم على خير.